عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتوقعات الخاصة بالذهب وأسعار الذهب، أنا عامل الفيديو ده عشان أقولك ما تقلقش ولا تضايق نفسك ولا تقول لنفسك ايه ده ممكن ينهار الذهب، ايه ده ممكن الدولار في مصر يرتفع، ايه ده ده هم قالوا هنا، ده هم قالوا الكلام ده هنا، والأخبار الكتير قوي. ما تسلمش دماغك لحد وحط في دماغك كلمة. يعني لو انت مستثمر في الذهب وخلاص بتستثمر هذا الاستثمار الآمن، انت اكيد عندك الورقة بتاعت الإيصال بتاع شراء الذهب، مكتوب فيها الجرامات. لو انت جايب 10 جرام، لو جايب 20 جرام، 100 جرام، ايا كان، اكتب في الورقة دي او في ورقة تانية الذهب ذهب أينما ذهب. يعني ايه الذهب ذهب أينما ذهب؟ طب لما بينزل لأوضاع ما، لسياسات ما. والحاجة تانية، حاجة تانية ركز في دي، بينزل يصحح ويطلع بزيادة، بينزل يصحح وضعه ويطلع بزيادة. طب هل الزيادة دي هتبقى كبيرة؟ الزيادة دي متوقعة انها تزيد. عيار 21 وعيار 18 وعيار 24، انا بتكلم في وقت حرب، وقت ازمة. يا جماعة كل الفيديوهات اللي احنا عملناها في مجال الذهب ومجال الاستثمار، راجع كل هذه الفيديوهات، راجع منها. وبعدين يا جماعة الاستثمار في الذهب ده طويل المدى. يعني انت بتشتري النهاردة بتستنى سنة، وبعد السنة بتفكر وبتشوف وبتحلل وبتسمع الكلام ده وبتسمع التوقعات، وتبدأ تقول في عند النقطة دي كان مكسب، بس بعدها بشهرين نزل، بعدها طلع، بعدها مما سبق ذكره. احنا بنتكلم النهاردة احنا في 2025، النهاردة تقريبا اللهم صل على النبي، النهاردة الخميس. هيطلع وينزل ويطلع وينزل زي اي حاجة، بس الدهب لما بينزل بيطلع يصحح للنقطة اللي كان فيها وبيزيد عنها. طب ممكن يزيد بكم؟ انا المغزى اللي احنا بنقوله، ارجوك حط في دماغك انه لما بيزيد زيادته دي متأثرة بما يحدث وكلنا عارفين. طب انا النهاردة خايف على الذهب بتاعي وسامع ان هو هينهار، اللي بيقولك كده بيدفعك دفع، بيزقك زق انك تروح للسايغ او شركة الذهب تبيع الذهب بتاعك وبعد كده تصوت وتلطم. طب اللي بيقولك العقارات هتزيد، اصل احنا في فترة في ازمة وفي ده بيخليك تروح تشتري العقارات دلوقتي بسعر غالي. كلمة هقولها، الذهب سيرتفع، العقار المطلوب منه هيكون اكتر، لا اقصد المعروض هيبقى اكتر من المطلوب، والمطلوب اساسا مش مكفي العدد بتاعنا. يعني عدد السكان بتاعنا في مصر كلها كم الطلب عالي. كان من 4 سنين كان المعروض قليل، دلوقتي من 24 و25 بدأت التنمية تظهر، بدأ الاستثمار يزيد، بدأ في رجال أعمال يدخلوا مصر، بدأت استثمارات تدخل، بقى في عقار، والأكبر الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية. طب أنا أعمل إيه؟
انا عايزك تفتكر هذا الكلام. كل ما تقلق خش اتفرج على الفيديو واعرف ان الذهب ذهب اينما ذهب. وايه تاني وايه تاني وايه تاني ان العقار هيزيد الفترة اللي جاية جامد، وفي وقت الازمة ما تشتريش. لو انت رايح تشتري شقة تسكن، اسكن، اشتري شقة واسكن، ما تستثمرش في العقار دلوقتي، لانه قدام كمان 2 أو 3 سنين العقارات مش هيبقى سعرها زي اللي بيتقيم الان دلوقتي. تحديدا عشان بس محدش يقول ان احنا بنتكلم وخلاص، لا، مفيش عقار هيبقى قدام السنتين اللي جايين ب15 مليون او ب16 مليون او 10 مليون او 2 مليون في منطقة عادية. فده بيدفعك دفع الى القول او الجزم بان قدام هيبقى فيه عقارات ارخص. طب حضرتك انا عايز استثمر، عايز تستثمر، حط فلوسك في الذهب وجزء مثلا بسيط في الذهب وجزء بسيط حطه في البنك. موضوع اخر اللي عايز يعمل بيزنس، ده بقى موضوع تاني خالص عن الكلام في الذهب وعن الكلام في العقار وعن الكلام في الازمات. لان في بيزنس لا تأثر بالازمات، لا تأثر بالحروب، لا تأثر باي شيء. واحد يقول لي هو في بيزنس كده؟ في انت مش عارف تعمله، اتعلم، بس ما تقولش انه مفيش. ان تفرق كتير جدا انك تبقى عارف الحاجة وتعملها، وان انت لا، ده مفيش بيزنس ما بتأثرش بالحروب. المواد الغذائية، الناس مش هتاكل مواد غذائية؟ هجاوبني انت، قول لي. طب بعيدا عن المواد الغذائية، الانتاج الحيواني، الناس مش هتستخدم مش هتجيب لحمة؟ الناس مش هتستخدم الدواجن، الفراخ بكل انواعها؟ دي اسئلة بتطرح، والبيزنس انا بخليله فيديوهات منفصلة علشان ان شاء الله لما نيجي نذكر شيء نفصله زي ما بنفصل الذهب والعقار والدولار وكل الكلام ده كله. طب الموضوع الجاي اللي ان شاء الله هنستفيد فيه ونشتغل عليه بشكل مكثف، حاجتين مهمين جدا. هبدأ في القناة بتقديم ما يعادل ايه؟ كورسات في التنمية البشرية وفي توقعات أسعار الذهب وأسعار سوق المال. كل ده مش هيتم إن شاء الله غير بتشجيعكم ودعمكم ليا، وإنك تشاهد الفيديو، تشترك في القناة عشان على الأقل تساعدني إن أقدم المحتوى ده وأفيد أكبر كم من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله.